وهذا حاله بالشارع صار له 4 اشهر، امه وابوه ينامون بالشارع نايمين. بسبب حلم الوصول لمعدل عال في مرحلة السادس الإعدادي المصيرية، طالب يدخل بحالة اكتئاب شديدة ومعرض لفقدان عقله في أي لحظة. حكاية مأساوية لشاب اسمه مصطفى انقلبت حياته رأسا على عقب بسبب عقدة المعدل في السادس الوزاري. الطالب خاض تجربة الامتحان في العام الماضي، أخفق بالحصول على معدل جيد فجن جنونه، ثم تدهورت حالته النفسية وانتقل للعيش في الشوارع تاركا منزل عائلته، مما اضطر والديه للمكوث معه في الشوارع وفي الطرقات في بغداد خوفا على حياته أو من أن يؤذي نفسه. هذا الشاب كان يدرس مرحله سادس، مو عمو قلت سادس علمي، طلع كمال او طلع الدرس ما اعرف التفاصيل عقيل، ما طلع معدل. هذا الشاب الله العفو عمو، هذا الشاب هاي صورته مثل ما تشوفون، وهذا حاله بالشارع صار له 4 اشهر، امه وابوه ينامون بالشارع نايمين. امه وابوه صار 3 اشهر نايمين وياه بالشارع، نايمين بالشارع، لا يخليهم لا غطا ولا كل شيء. هاي وضعيته بالحار وبالبرد، هاي وضعيته هيجي، لا يخليهم يروحون البيت، لا يخليهم ينامون الفندق. طبعا هم قبل فتره كانوا بالفندق وطلعهم كانوا ينامون بالشارع، صح؟ هنا يحب هذا المكان. ومع ذلك الاب هو همنا لا ياخذ من احد، لا يستعطي من احد، بس امكانيته على قد الحال، لا يقدر يعالجه. والله من البارحه لليوم ما نايم ودامود، وحق هذا الله دامود من وراء هذا الشاب مصطفى. يا وزاره التربيه هاي مناشده، الله يوفقكم. المشكله بالطلاب، لو المشكله بالدراسه، لو المشكله بالصعوبه، بس فهموني.